بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير. بعد بكرة ان شاء الله عيد الفطر بالنسبة للفلك. يا رب يكون صياما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله، ويا رب دايما يعيد علينا يا رب الايام بخير. هنتكلم النهاردة بعد ما خلاص شهر رمضان ولا على فوائد الصحية ان شاء الله اللي جميعنا نكون استفدنا بيها في رمضان بالصوم. الصيام اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه من آلاف السنين، مش بس على أمة محمد، على جميع الأمم، بس يمكن الكيفيات كانت مختلفة. بيكتشف دلوقتي العلم انه من اهم الحاجات اللي بتفيد الجسم بيسموه الصيام الجاف او 16/8، يعني هو الصيام 16 ساعة والافطار 8، وده من اهم دلوقتي انواع الدايت ولتخسيس ونقص الوزن. لكن الحقيقة الموضوع مش نقص وزن بس، لان الصيام الصيام المتقطع اللي هم بيعملوه بره هو صيام عن الاكل، لكن الشرب بيشربوا سوائل من غير سكر او بيشربوا ميه. لكن الحقيقة الصيام بتاعنا بقى ليه فوائد كتير، مش بس نقصان الوزن. اولا طبعا بيجبر الجسم انه يستخدم الدهون المخزنة، فبيقلل دهون الكبد وبيقلل الدهون العامة اللي في الجسم. تاني حاجة انه ممكن انه طبعا اكيد بيريح الجهاز الهضمي اللي هو ما بيلحقش انه من وجبة للتانية، وبيقعد من 4 ل5 ساعات في هضم الوجبة الواحدة. بيريح الجهاز الهضمي ما فيهم البنكرياس والمرارة الفترة دي. برضو بيساعد جفاف الخلايا، بيساعد ان تتخلص من السموم بتاعتها، وده بيساعد تخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه عن طريق البول. برضو بيساعد الخلايا انها من شدة الجفاف انها الخلايا الضعيفة او المريضة تموتها، وبتعمل عملية انتحار ليها، وبتستخدم المية اللي فيها والسوائل اللي فيها، وبتعمل خلايا جديدة، وبتجدد الخلايا قادرة على انها تقاوم اكتر الامراض. بالحقيقة بيزود المناعة. في ناس كتير اشاعوا ان الصيام بيقلل المناعة. هو الصيام نفسه الفترات طويلة اللي هو من 48 ساعة فيما فوق ده فعلا بيقلل المناعة، لكن الصيام المتقطع بيزيد جدا معاه المناعة بعد الأكل. فالمناعة بتتحسن بنسبة كبيرة، وبتبقى أكتر مقاومة للفيروسات والأورام السرطانية. برضو بيستخدم الجسم المياه الأيضية، يعني تبدأ الخلايا تصنع مية جوه وتفرزها بره الجسم عشان يستخدمها الجسم. ودي بتتعمل في بعض الكائنات زي الكائنات الصحراوية أو الطيور المهاجرة. الحقيقة بتعمل الموضوع ده، وبتستخدم معظم الوقت ما بتشربش مية، وبالتالي بتستخدم المية الأيضية لحياتها وفي إنتاج المية الأيضية الداخلية لحياتها. فده بيحصل معانا في الصيام أما بيكون في حر شديد جدا. ربنا سبحانه وتعالى عمرك ما هيفرض عليك حاجة وانت مش في استطاعتك انك تعملها، لان هو اللي قايل سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فشوفوا الفوائد الكتير قوي للصيام اللي يثبتها العلم دلوقتي، اللي هم المش مسلمين واللي يبدأوا يعملوها دلوقتي، يقولوا الصيام المتقطع ده من اهم النظام الدايت في العالم، واحنا بنعمله من مئات السنين. سبحان الله طبعا، سبحان الله في خلقه. يعني بنقول لكم نبذة بسيطة من العلم وصل لإيه لفوائد الصيام الحياتية بأسلوب بسيط، عشان نعرف إن كل حاجة بنعملها معجزة ولمصلحتنا، لكن حتى لو ما اكتشفش العلم ده بيكتشفه قدام. وكل يوم في جديد، ولازم هيتفق العلم مع أوامر الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
كل سنة وانتم طيبين، ونتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير. بعد بكرة ان شاء الله عيد الفطر بالنسبة للفلك. يا رب يكون صياما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله، ويا رب دايما يعيد علينا يا رب الايام بخير. هنتكلم النهاردة بعد ما خلاص شهر رمضان ولا على فوائد الصحية ان شاء الله اللي جميعنا نكون استفدنا بيها في رمضان بالصوم. الصيام اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه من آلاف السنين، مش بس على أمة محمد، على جميع الأمم، بس يمكن الكيفيات كانت مختلفة. بيكتشف دلوقتي العلم انه من اهم الحاجات اللي بتفيد الجسم يسموه الصيام الجاف او 16/8، يعني هو الصيام 16 ساعة والافطار 8. وده من اهم دلوقتي انواع الدايت وللتخسيس ونقص الوزن. لكن الحقيقة الموضوع مش نقص وزن بس، لان الصيام الصيام المتقطع اللي هم بيعملوه بره هو صيام عن الاكل، لكن الشرب بيشربوا سوائل من غير سكر او بيشربوا ميه. لكن الحقيقه الصيام بتاعنا بقى ليه فوائد كتير، مش بس نقصان الوزن. اولا طبعا بيجبر الجسم انه يستخدم الدهون المخزنه، فبيقلل دهون الكبد وبيقلل الدهون عامه اللي في الجسم. تاني حاجة انه ممكن انه طبعا اكيد بيريح الجهاز الهضمي، اللي هو ما بيلحقش انه من وجبة للتانية، وبيقعد من 4 ل5 ساعات في هضم الوجبة الواحدة. بيريح الجهاز الهضمي من فيهم البنكرياس والمرارة الفترة دي. برضو بيساعد جفاف الخلايا، بيساعد ان تتخلص من السموم بتاعتها، وده بيساعد تخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه عن طريق البول. برضو بيساعد الخلايا انها من شدة الجفاف انها الخلايا الضعيفة او المريضة تموتها، وبتعمل عملية انتحار ليها، وبتستخدم المية اللي فيها والسوائل اللي فيها، وبتعمل خلايا جديدة، وبتجدد الخلايا قادرة على انها تقاوم اكتر الامراض. بالحقيقة بيزود المناعة. في ناس كتير اشاعوا ان الصيام بيقلل المناعة. هو الصيام نفسه الفترات طويلة اللي هو من 48 ساعة فيما فوق ده فعلا بيقلل المناعة، لكن الصيام المتقطع بيزيد جدا معاه المناعة بعد الاكل. فالمناعة بتتحسن بنسبة كبيرة، وبتبقى اكتر مقاومة للفيروسات والاورام السرطانية. برضو بيستخدم الجسم المياه الايضية، يعني تبدأ الخلايا تصنع مية جوه وتفرزها بره الجسم عشان يستخدمها الجسم. ودي بتتعمل في بعض الكائنات زي الكائنات الصحراوية او الطيور المهاجرة. الحقيقة بتعمل الموضوع ده، وبتستخدم معظم الوقت ما بتشربش مية، وبالتالي بتستخدم المية الأيضية لحياتها وفي إنتاج المية الأيضية الداخلية لحياتها. فده بيحصل معانا في الصيام أما بيكون في حر شديد جدا. ربنا سبحانه وتعالى عمرك ما هيفرض عليك حاجة وانت مش في استطاعتك انك تعملها، لان هو اللي قايل سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فشوفوا الفوائد الكتير قوي للصيام اللي يثبتها العلم دلوقتي، اللي هم المش مسلمين واللي يبدأوا يعملوها دلوقتي، يقولوا الصيام المتقطع ده من اهم النظام الدايت في العالم، واحنا بنعمله من مئات السنين. سبحان الله طبعا، سبحان الله في خلقه. يعني بنقول لكم نبذة بسيطة من العلم وصل لإيه لفوائد الصيام الحياتية بأسلوب بسيط، عشان نعرف إن كل حاجة بنعملها معجزة ولمصلحتنا، لكن حتى لو ما اكتشفش العلم ده بيكتشفه قدام. وكل يوم في جديد، ولازم هيتفق
العلم مع أوامر الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كل سنة طيبين، ونتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة طيبين، رمضان كريم، وربنا يعود علينا الأيام بخير يا رب. بمناسبة رمضان وبمناسبة الصيام، عايزين نقول لكم نبذة بسيطة قوي من اللي اكتشفوه علميا لفوائد الصيام. الحقيقة الكلام اللي كنا بندرسه واحنا صغيرين، اللي هو ايه حكمة ربنا من الصوم سبحانه وتعالى، فيقول لك للشعور بالجوع زي الفقراء المساكين. هي الكلام ده مغلوط تماما، ما كبرنا وعينا وفهمنا، لان لو كان كده هو ده الحكمة من الصيام ما كانش ربنا بقى فرضه على الفقراء، كان هم صايمين بقى طول السنة. فكده يعني ربنا يفرضه بس بقى على الأغنياء. الحقيقة الكلام ده مغلوط تماما. الحقيقة ان هو ليه فوائد في الجسم كتير جدا. انا بقول لكم نبذة عن الحاجات المؤكدة علميا. طبعا بيقلل الوزن، واكيد انتوا دلوقتي كلكم سمعتوا عن انظمة الرجيم ونظام الصيام المتقطع في الرجيم. وهو الصيام المتقطع المقصود به الصيام يعني الأكل والشرب من 10 ل 16 ساعة. كمان الحاجة اللي أثبتت من فترة طويلة، وللأسف تم التعتيم الإعلامي عليها لمصالح بعض الشركات الأدوية، إن الصيام والمتقطع اللي هو زي ما قلنا من 10 ل 16 ساعة، هو الصيام بتاعنا يعني، بيؤدي لجفاف الخلايا انها تفرز مواد بتموت الخلايا السرطانية وتمنع تكوينها. فهو اذا من اهم العلاجات لمرض السرطان، وكمان يعني افضل نتائجه، افضل كتير جدا من العلاج الكيماوي. بس طبعا شركات الادوية بتاعة الكيموثيرابي او العلاج الكيماوي هتقفل، فبدأ يتم اغتيال العلماء اللي اكتشفوا كده، وكمان اخفاء ابحاثهم، لان في مصالح. اسف يعني اقول لكم ايه، يعني للاسف الشديد احيانا كتير بيبقى الانسان عدو نفسه، وعدو الانسان هو نفسه. اديكم مثال برضو. قديما كان اديسون مخترع اللمبة، هو اخترع التيار المتردد. والتيار المتردد الحقيقة كانت تكلفته عالية. خد ابحاث اديسون عالم اسمه نيستا وطورها، وبدأ اخترع التيار الدائم اللي يقدر باستخدام الطاقة الطبيعية بتاعة الطاقة الشمسية وطاقة البرد والرعد والرياح، انه يعمل التيار الدائم اللي ينور العالم كله ببلاش مجانا باستخدام حاجات الطبيعة. تخيلوا اديسون حاربه هو والناس اللي كانت بتموله، لان هو كده هيبقى التكلفة، مفيش تكلفة، ومصالح الشركات اللي بتبيع الكهرباء هتتقفل. فتخيلوا ده مثال كبير. نفس الكلام اللي حصل مع شركات العلاج الكيماوي للسرطان، وموضوع الصيام المتقطع يعني ايه اللي هو متعتم عليه اعلاميا، لكن الحقيقة من اهم علاجات السرطان والوقاية من السرطان الصيام المتقطع. والحقيقة
أما النبي عليه السلام قال إن نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا كنا نشبع، فعلا هو بيت الداء المعدة. الأكل الكتير ده كله أمراض، والصيام كل ما الإنسان يقدر يصوم فيه فايدة كبيرة جدا علميا مكتشفة وغير مكتشفة، لأن ربنا سبحانه وتعالى حكمته ليس لها حدود، ومش الكلام الفارغ اللي كان بيتقال قديما للإحساس. حكمة الصيام الإحساس بإخواننا الفقراء والمساكين وإحساسنا بالجوع. فده كلام يعني أقدر أقول لكم دلوقتي بالفم المليان كلام فارغ، وللأسف كانوا بيحطوه في مناهجنا وإحنا صغيرين، وطلع الحقيقة هرتلة يعني. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا أيام بخير، واللي يقدر كمان يصوم تطوع. زيكم شايفين فوائد الصيام لا حصر لها. ربنا يتقبل منا جميعا ويشفع فينا الصيام والقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.